عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ تعالوا مع بعضينا هنعمل من ورك فرخة واحدة هنعمل غدا الحلة الواحدة. لو عايزة تعرفي المقادير وطريقة التحضير تابعيني على قناة قدورة فود، قدورة بالعربي فود بالانجلش، عشان يوصلك كل هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهارده حبايبي هنعمل أكلة حلوة أوي، هنعمل غدا في حلة كله. تابعي معايا الفيديو هتعجبك أوي أوي إن شاء الله. معايا كده مثلا قولي 3-4 معالق زيت ذرة، 3-4 معالق زيت ذرة. والزيت زي ما قلت لك 3-4 معالق زيت، هسخنهم جامد قوي قوي. ومعايا هحط ده ورك 460 جرام، يعني ما يقرب من نص كيلو. قطعته بالمنظر دوت كده وهناخد وطبعا انتوا عارفين انا بغسل الفراخ بايه؟ ايوه صح، بنقعها الاول في ليمون سكر ملح طحينه، ليمون سكر ملح طحينه. هدي الفراخ لون كده وهنكمل نعمل ايه. هحط هنا كده رشه جنزبيل، 2 معلقه بيض كده، حاجه بسيطه قوي، ومعلقه زيها فلفل اسود علشان تديني ريحه حلوه، وتحمروا كمان مع الفراخ. وهي الفراخ بتاخد لون هدي البهارات تشويحه تطلع طعم حلو قوي. وبعد ما الفراخ خدت صدمه حلوه قوي، معايا الخضار الرائع دوت اهو. بصل اخضر، الابيض منه والاخضر يعني بعروشه، البصله من فوق وعروشها، كوسه مقطعه شرايح، بطاطس مقطعه شرايح، فلفل احمر شرايح، فلفل اصفر شرايح، جزر، والقوطه الرائعه بتاعتنا الصغننه دي، جزر، فلفل الوان اصفر واحمر، بصل اخضر بعروشه، كوسه، بطاطس، والقوطه الصغيره. وهنزل بكل ده. اتفرجي بقى على منظر الالوان وجمالها، اتفرجي على منظر الالوان وجمالها. هنزل كمان كده هقلب كده اهو كده لحد ما الخضار ده يدبل معايا. بصي المنظر، بصي منظر الخضار عامل ازاي. شايفه الجمال، شايفه الجمال اهو كده. وهستنى الخضار يدبل، بس ما يدبلش قوي، مش هموته يعني. وهحط معلقتين او معلقه كبيره صلصه من البطرمان، معلقه صلصه ما يعادل معلقه كبيره من اللي بتشربي بيها الشوربه بهارات فراخ، ماشي. وهحط قالب ماجي وده اختياري، قالب ماجي وده اختياري، هقلب كده ماشي. فصلي الملح، يعني البهارات فيها ملح وقالب الماجي فيه ملح. انا مش هحط ملح خالص دلوقتي. هقلب الجمال ده كله كده ماشي. وهحط كمان معلقتين صويا صوص. شايفه الجمال، شايفه الجمال. لو ما عندكيش صويا صوص حطي معلقه عسل اسود وعليها معلقه خل، وحطيها معلقه عسل اسود كبيره ومعلقه خل حطيها. هقلب الجمال ده كله كده كده اهو. وهزود الجمال ده كله ميه سخنه، ميه سخنه، واسيب الفراخ تستوي شويه وهقول لك هنعمل ايه. ودلوقتي الخضار مع الفراخ وكله امتزج مع بعضه. هحط كوبايتين رز مصري مغسولين كويس قوي، وهقلب كده واسيب الرز يستوي مع الجمال ده كله. شايفين الالوان؟ الوانها ولا اروع، الوانها ولا اروع يا جماعه. شايفه
الوصفة دي تقدري تعمليها بفراخ، تقدري تعمليها بسمك، تقدري تعمليها بلحمة، بس السمك طبعا عملتيها هتحطيه في الآخر خالص بعد ما تسوي الرز. بعد ما تسوي الرز بالخضار هتمشي كل الخطوات. بعد ما تسوي الرز بالخضار هتحطي ايه؟ هتحطي السمك بتاعك، لو كان فيليه هتقليه كده وتحطيه على الوش، وهنغطي كده على ما الرز ايه تاني. وده حبايبي شكل الرز بعد ما استوى، ولا اروع ولا اروع. وطبعا شويه الايه البصل الاخضر الفريش دول هيودوكي في حته تانية خالص. الفراخ دابت حرفيا دايبه، الفراخ حرفيا دايبه يا جماعه. طبعا التزويق ده بس عشان ايه؟ اللي ياكل يعرف ان ايه الخضار اللي في الايه اللي موجود في قلب الايه الطبق ده. شايفه الجمال؟ بصي، شايفه الجمال؟ شايفه الطبق؟ طبعا كل ما الالوان بتاعتك زادت في طبقك كل ما القيمه الغذائيه ايه بقت ايه افيد. بص الرز، انا عايزه اوريك الرز بس منظره روعه. الفراخ، شايفه الفراخ؟ بصي مش مستحمله امسكها. فراخ منتهى الجمال، شكلها حلو قوي وطعمها رائع. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد ايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.